السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باتمنى إنكم تكونوا بخير وفي أحسن حال. الفيديو بتاع النهارده هو مش فيديو بالمعنى الصحيح، ولكن خلّينا نقول إن هي زي نقاش أو فضفضة يعني. بما إن أنا لمّا طرحت vote على حوار إن إحنا ممكن نرشّح كورسات أو لأ، فالحمد لله يعني لقيت إن ما حدش اعترض، فحاسس إن الفكرة هتلاقي عندكم قبول. وبالمناسبة ديّة هو أول كورس أصلًا هيكون حاجة بسيطة جدًا يعني، مدته بسيطة وما تتجاوزش أي حاجة. ومعمول يعتبر بطريقة interactive يعني تقدر تتعلمها بسهولة وتفاعلية وكل حاجة، مش هتغلب. الكورس دوّة اللي هو learn how to learn أو اتعلم كيف تتعلم، كانت مقدماه دكتورة اسمها باربرا أوكلي، هي دكتورة هندسة في جامعة أوكلاند، ومعاها حد تاني بس مش فاكر بصراحة الاسم، مش متذكره دلوقتي تمامًا يعني. ال الفكرة كلها إن الكورس ده أنا ليه حبيت إن إحنا نبدأ بيه، بما إن أنا ممكن أرشّح مثلًا أكتر من كورس في أي حاجة زي الproductivity أو إن أنت إزاي تطوّر من نَفْسك وتنتج أكتر. كورسات حتى لو أنتم حابين مثلًا ممكن نتكلّم في حاجات زي البرمجة أو وغيره يعني وخلافه. آآ فحسّيت إن الكورس ده مثالي إن إحنا نبدأ بيه لسبب واحد، إن الكورس ده هيساعدنا في أكتر من مجال في حياتنا، وتحديدًا أهمهم المشكلة اللي عاملة عائق لكل الناس، وهي مشكلة المذاكرة نَفْسها يعني. هو الكورس دوّة موجّه أكتر للفكرة ديّة، إن إحنا حوار الprocrastination أو التسويف. حوار إن أنت عندك مشاكل بشكل عام في التعلُّم، إن أنت مش قادر أصلًا تقعد على الكتاب أو مش طايق تقعد على الكتاب، مهما تذاكر حاسس إن طريقة مذاكرتك غلط. وزي ما قُلت دي حاجة مش عيب بصراحة في الشباب اللي موجود في الجيل الحالي، لإن هي ما اتغرستش فيك منذ البداية يعني. أنت كنت بتذاكر بالطريقة اللي الناس بتمليها عليك، هل هي متوافقة معاك أنت أو لأ، ما اختلفناش، هي متعممة على كل الشعب المصري. امسك ورقة وقلم وافضل اكتب وكُر في الكلام وعيد وزيد لحد لمّا تدخل الامتحان. الطريقة ديّة مش أصح حاجة بالمناسبة، وتحديدًا لطلبة زي طلبة مثلًا كلية الطب، باعتبار إن أنا كنت واحد منهم وعانيت نفس المعاناة. فتحس إن الموضوع مرهق جدًا وبيضيّع وقت، وفي النهاية أنت ما أنجزتش أي حاجة، وده بيزوّد أصلًا من الdepression بتاعك، لأن في نهاية المطاف أنت في نهاية اليوم مثلًا بتلاقي نفسك ما أنجزتش حتى نُص محاضرة لو هنمشي بالطريقة ديّة. و وبترجع تعاني برضه من مشاكل زي الذاكرة، المحاضرة اللي أنت لسه مذاكرها رُحت نسيتها في الامتحان، وبتعُك الدنيا وبتجيب درجات قليلة، وعمّال بتحاسب نفسك وتجلد في ذاتك. زي ما قُلت هي الفكرة كلّها متمحورة في إن أنت تفهم أصلًا إزاي تذاكر، وعشان تفهم إزاي تذاكر أو إزاي تتعلم حاجة جديدة، فأنت محتاج تفهم مخّك أصلًا بيشتغل إزاي. دي حاجة يمكن إحنا قضّينا 5 سنين مثلًا في كلية زي الطب ما تطرقناش ليها نهائي في أي حاجة حتى تخُص مثلًا حاجات زي النيورو أو كده. فمش مشكلة عادي يعني إن أنت تدرك المشكلة اللي أنت فيها متأخّر أحسن ما تدركهاش خالص، وبالتالي هتتعلم وهتستفيد يعني. فالكورس دوّة أنا شايف إن هو بداية مثالية، و وكمان إن هو free، فدي حاجة feature إضافية يعني هنستفاد منها. والمحتوى بتاعه زي ما قُلت هو محتوى كويس جدًا، 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 حتى لو عندك مشاكل في الEnglish في الlistening أو كده، فالكورس معمول له transcription بكل لغات العالم تقريبًا بما فيهم العربي. ممكن العربي تحس إن هي مكسّرة شوية، بس أنت عامةً من السياق هتفهم يعني. حتى لو شغّلت الsubtitle الEnglish هم مراعيين سرعة الكلام غالبًا، لإن أنا واحد من الناس عندي مشاكل في الlistening لحد دلوقتي. لأ، يعني أنا حاسس نفسي مستوعب الكلام كويس، وحتى لمّا باكون حاسس إن أنا مُخّي خلاص مش قادر أو مش مستوعب عايز أقوم بتاع، باشغّل الsubtitle الEnglish وباحاول، ومنها باخد إن أنا يعني عصفورين بحجر، إن أنا باطوّر الEnglish بتاعي، وفي نفس الوقت إن أنا باستفيد من الكورس نفسه. وعشان أكون أمين أنا الكورس ده اتفرّجت عليه قبل كده مرّة وأنا في سَنة تالتة في الجامعة، بس بصراحة كان وسط الدراسة وبتاع وكنت مشغول، فكنت باكروته وخلاص يعني، اللي هو مش باستفاد ومش بادوّن. ولكن المرّة دي قررت أسمعه بطريقة مختلفة يعني، فحاسس نفسي إن أنا أصلًا المرّة اللي فاتت كإني شِبه ما سمعتش الكورس من أصله، ودي حقيقة يعني، لإن أنا بجد ما كنتش مدّي له أي اهتمام، كنت باسمعه وأنا قاعد مستني السكاشن في الجامعة، وبالتالي باقطّع كل ما دكتور يدخل والّا بتاع باقطّع، وتحس المعلومة مش ثابتة ومش باكتب حاجة أو كده، فما استفدتش. تقريبًا المحصلة كانت 0 يعني. ولكن دلوقتي اكتشفت إن الكورس كويس جدًا، بالإضافة لإن هم عدّلوا فيه حاجات عن وقت ما سمعته، مزايا زي إزاي بتستخدم الAI والكلام ده كلّه، وإزاي تستخدم الtechniques الموجودة دلوقتي online بحيث إن أنت تستفاد منها في الكورس بتاعهم. وهو بيتقدّم على coursera. عامةً يعني أنا هاشرح لكم كل التفاصيل بتاعته إن شاء الله، سواء كانت مكتوبة أو في فيديو منفصل على اللاب، ولكن دي كانت زي introduction عشان تكونوا عارفين بس البداية. أنا زي ما قُلت الأسباب اللي خلّتني أختار إن إحنا نبدأ بيه، هو خلّينا نقول هو intro لأي حاجة مستقبليًا حابب تتعلمها أو في دراستك أو أي حاجة، فأعتقد إن هو مفيد لكل الشرايح اللي موجودة أو اللي بتتابعنا.
يعني ما فيش أي حد في الحياة بمختلف الاهتمامات وبمختلف الcareers المختلفة مش حابب إن هو يتعلّم حاجة في مجال شغله أو في مجال دراسته. فالكورس ده مناسب حرفيًا ده أول كورس في حياتي مثلًا ممكن أشوفه مناسب لكل الناس حرفيًا بلا استثناء. فإن شاء الله هنستفاد منه. برضه لو أنتم حسيتوا نفسكم مش مستوعبين الأفكار اللي بتتقال في الفيديو أو كده، فممكن نتناقش في فكرة إن أنا يعني أحاول إن أنا أطلّع لكم الدروس اللي أنا استفدتها من الفيديو، ونتناقش فيها بشكل يكون مبسّط أكتر يعني. وطبعًا لأن الكلام ده ممكن تكونوا سمعتوه، يعني هو كلام الفيديو مش مكرر، وممكن تكون ما سمعتوش في حتة تاني، وممكن تكون سمعت جزء منه خلاص اللي هو حوار ما تسوّفش وذاكر أول بأول والكلام ده كله، ودماغك صدّعت ومش جايب معاك نتيجة. فأنا هاحاول قدر الإمكان إن أنا أسقط دوّة إزاي إن إحنا كان ممكن نستفيد منه كطلبة في الطب مثلًا باعتبار إن الوقت مضغوط، أو طلبة الأنظمة المصرية بشكل عام، اللي هو أنت كل يومين 3 عندك mid وبعد أسبوع والّا أسبوعين عندك final. فإن شاء الله هاحاول يعني الدروس اللي أنا باطلع بيها هاحاول أسقطها إزاي تستفيد منها هنا في مصر، بما إن إحنا دول مهمشة أصلًا ما حدش يعني هي مش مهمشة، هي الأنظمة اللي عندك غلط وعفى عليها الزمن يعني، فما حدش أصلًا بقى مهتم بيها. فهاقول لك إزاي تستفيد منها إن شاء الله وتطوّر منها. وبالمناسبة ده ليه علاقة مباشرة بالsoftware اللي أنا عملت له تطوير، واللي غالبًا إن شاء الله يعني بعون الله لو ربنا أراد ممكن أعلن عنه النهارده كبيتا أو اللي هي نسخة تجريبية، ونشوف الدنيا هتمشي إزاي يعني، وهل هتتقبلوه أو لأ، وفكرة الأسعار أو كده يعني. هنخلّي الكلام ده لوقته وهاعلن عنه في الوقت المناسب إن شاء الله. بس دي كانت زي فيديو سريع كده عن الفكرة اللي أنا كنت حابب أعرضها، عشان توصل لكم بشكل أفضل من الكتابة يعني. وباتمنى إنكم تكونوا بخير، ووصلنا للنهاية. شكرًا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.